بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق هاتها من الشبكة، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. خبر، لا مش خبر، خبرين حلوين جدا لجماهير الأهلي. إعلان خبرين أجمد من بعض لجمهور الأهلي، منهم بنفس سيناريو إمام عاشور. هنقول لك مفاجأة من العيار الثقيل. خلصها الخطيب بمكالمة تليفون. أول كده صلي بينا على النبي، ثم اللايك، ثم الاشتراك في القناة. النادي الأهلي بيواصل الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء اللي هيتلعب يوم الجمعة القادم في الجزائر. شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا. الفيديو الماضي قلنا 3 مصابين: اليو ديانج وكريستو، محمد الضوي كريستو، وسام أبو علي. صفقة الأهلي الجديدة بعد التشخيص والإشاعات و أثبتت في اليو ديانج ووسام أبو علي وكريستو الثلاثي المصاب هيلحق ماتش شباب بلوزداد، مفيش أي مشكلة. ده خبر مهم جدا لجمهور الأهلي، سواء وسام أبو علي أو اليو ديانج بالذات. ليه؟ الاتنين دول اللي بوبو تقريبا ممكن، حتى هو لو بدأ بكهربا ممكن يحتاج وسام أبو علي مهاجم، وصفقة جديدة، لاعب من أصول فلسطينية. ربنا يا رب ينصر أهلنا في فلسطين. فوسام أبو علي واليو ديانج بالذات عند جمهور الأهلي وعند كولر، يعني ايه؟ جمهور الأهلي هيفرح إن الاتنين دول هيبقوا جاهزين لهذا اللقاء. الإشاعات أثبتت ده، إن الإصابات خفيفة، والضوء حتى كريستو مفيش أي مشكلة برضو بالنسبة له. فده خبر سعيد لجمهور الأهلي. الزمالك بالنسبة لأحمد فتوح بنسبة 90% أحمد فتوح سيكون جاهز تماما للمشاركة في نهائي كأس مصر أمام الأهلي في اللقاء اللي هيقام في المملكة العربية السعودية يوم 9 مارس القادم، قبل رمضان تقريبا. كل سنة وانتم طيبين، يعني في أيام مفترجة، شهر شعبان خلاص أيام، ويهل علينا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان. يعني نهائي كأس مصر هيبقى قبل رمضان تقريبا بيومين تقريبا، يعني هيبقى في المملكة العربية السعودية. فخبر سعيد لجمهور الزمالك أيضا، أحمد فتوح بنسبة كبيرة جدا سيكون جاهز طبيا وفنيا لهذا اللقاء. في أحمد حمدي المصاب، صفقة الزمالك الجديدة أيضا، ده يعني ممكن على ماتش الإسماعيلي اللي هو يوم 19 فبراير يكون جاهز، مفيش أي مشكلة. جولة برضو عندنا في المصابين: ناصر منسي وتم إصابته امبارح، برضه هيبقى جاهز، مفيش أي مشكلة خالص. هو اللي غايب ومطول في الزمالك محمود حمد الونش، ربنا يرجعه بالسلامة. وفي الأهلي محمد الشناوي اللي بيستكمل رحلة العلاج بتاعته. هما دول اللي يعتبر موسمهم انتهى، سواء مع الأهلي محمد الشناوي أو مع الزمالك محمود حمدي الونش. ربنا يرجعهم في أسرع وقت ويكسروا الدنيا بإذن الله. لعيبة كبار منتخب مصر يعني. طيب، بنفس سيناريو إمام عاشور، أجمد خبر للأهلي أو لجماهير الأهلي طبعا أحمد عبد القادر زي ما قلت لك خلاص ماشي، هي مسألة وقت. طبعا القيد قفل في مصر، قفل في معظم الدنيا أو في معظم الدوريات، لكن في دوريات كده لسه القيد ما قفلش. فأحمد عبد القادر مصمم على الرحيل ومصمم على فسخ العقد.
انه خلاص ما يرتبطش بالاهلي، يعني يطلع اعاره لاي فريق او يطلع لاي فرقه 6 شهور ويرجع بقى ايه، يرجع على الزمالك، يرجع على بيراميدز، المهم يكون الاهلي ملوش علاقه. طيب بالنسبه لاحمد عبد القادر، الاهلي قال له براحتك، مش اي مشكله خالص معاك. هو لسه له موسمين في عقده بالمناسبه يعني. طيب في ايه بقى؟ في ان بنفس طريقه امام عاشور في جناح الاهلي مركز معاه جدا جدا كمان، هيموت عليه. مش معنى ان الاهلي يعني لو ما جابش اللاعب ده الاهلي هيقفل يعني، لا طبعا. الاهلي عمره ما يقف على حد، ولا الزمالك يقف على حد خالص يعني، خالص. مين بقى يا باشا؟ مين مين يا باشا الاهلي؟ طبعا في الاجنحه الاهلي عنده الشحات، عنده بيرسي تاو، عنده طاهر محمد طاهر، عنده احمد عبد القادر، بس احمد عبد القادر بره حسابات كولر. ف الاهلي عنده نقص في حته الاجنحه دي. مين بقى يا باشا اللي الاهلي حاطط عينه عليه وهيجيبه؟ وده صفقه الايه او الهديه يعني. خد عمر كمال عبد الواحد بعد ما كان في الزمالك المفروض، خد امام عاشور، خد كهربا، الرابع مصطفى فتحي. وخدها مني من دلوقتي، مصطفى فتحي الزمالك فاتح معاه قنوات اتصال، لكن الاهلي هو لسه بدري. احنا بنتكلم لسه الميركاتو الصيفي قدامك حوالي 4 5 شهور، لسه بدري. لكن الاهلي حاطط عينه عليه من دلوقتي، ودي ضربة الاهلي في الميركاتو الصيفي، مصطفى فتحي. الزمالك داخل في الصفقة، لكن الاهلي داخل وناوي يخلص بدري 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 بدري، ناوي يخلص مع مصطفى فتحي بدري بدري. هنشوف هل مصطفى فتحي لو راح الاهلي تبقى ضربة كبيرة جدا، ضربة قاضية للزمالك. لو راح الزمالك ابنه ورجع له، يعني ابن الزمالك مصطفى فتحي يعتبر من ناشئين الزمالك يعني، هو من كان اللي جابه محمد صبري للزمالك من المنصورة. لكن مصطفى فتحي لو رجع هيفرق فنيا جدا مع الزمالك، ولو راح الاهلي يفرق جدا مع الاهلي، تبقى صدمة كبيرة للزمالك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.